السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ معلش انا عندي برد شديد جدا وبقالي يومين ما بنزلكوش حاجة، بس ما هونتوش عليا. قمت رحت عاملة صينية كيكة كده، مش كيكة، عملتها زي جاتو. المهم حاجة حلوة وخلاص، مش مهم الشكل، المهم اهم حاجة الطعم. طعمها كان جميل جدا وعجبت ولادي كلهم. عملت كيكة يعني كيكية هتشوف المكونات بتاعتها، ما كلفتنيش والله العظيم. يعني انا لو رحت جبت حتة الجاتو هجيبها بالشيء الفلاني، دي ما كلفتنيش خالص. وكان عندي حبة بودرة كريمة رحت ضرباها في الخلاط، في المضرب. انا اسفة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معلش انا مش مركزة خالص لان انا تعبانة جدا وبتكلم اقسم بالله بالعافية. رحت عاملاها وحطيت حتة من الكريمة كده في قلب الكيكاية. يعني انتوا لو عندكم مربى وحشتوها مربى هتكون احلى واحلى، بس انا ما كانش عندي مربى، فكان عندي حته كريمه كنت جايبه من مده ربع كيلو كنت راكناه. المهم عملته بقى كويس كده. بقول لكم مش مهم الشكل، المهم الطعم. دوقوا الطعم واهم حاجه هتجربوها يعجبكم جدا. هنا عملت الكريمه بتاعتي وحطيت في حته من الكريمه كده على حته حبه كاكاو كده، ورحت حطاهم على الوش اهو يا حبيبي. بقول لكم مش مهم الطعم، اهم حاجه مش مهم الشكل، اهم حاجه الطعم. صدقوني اقسم بالله طعمها جميل جدا، كاني جبت جاتوه من الطعامه والحلاوه. هنا شوفوا حبايبي بقى بعد ما خلصتها هنا كده، بصوا حلاوتها وجمالها. ما تنسوش بقى ايه، اللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه. انتم مزعليني جدا عشان ما حدش بيخش كده ويعمل لي مشاهدات، لان انا لو نجحت هنجح بيكم، لانه عيلتي التانية انتوا. نزلت بقى هنا بكوبايتين دقيق. انا على فكره اكترية الاوقات ما بعيرش حاجه، انا بعمل كده من نفسي، لان انا ببقى عارفه المقدار بتاعي. هنا نزلت في حدود كوبايتين ونص دقيق، عشان انا كنت عامله صينيه كبيره عشان تقضينا. وهنزل بالبيكنج باودر او محسن كيك، اي حاجه موجوده عندك اعمليها. انا اسفه والله العظيم تعبانه جدا. وجبت 4 بيضات عشان انا عامله صينيه كبيره، ونزلت بال4 بيضات كسرتهم في الخلاط. وبعدها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عايزه المره دي بقى هيصوني بجد، يعني انا مش عارفه في ايه بالظبط، وانا بقدم حاجات مش كويسه. حتى لو بقدم حاجات مش كويسه ابعتوا وقولوا لي. اهو ضربتها في الخلاط ال4 بيضات، ونزلت عليهم ورقتين فانيليا وضربتهم كويس جدا. وكنت محضره جنب مني طبعا كوبايه ونص سكر، هحط كوبايه ونص سكر. نزلت بكوبايه سكر ونص واخلطه كويس جدا. اخلط السكر مع البيض ونص كوبايه زيت. ولو عندك خل حبايبي حطه، عشان انا ما كانش عندي. انا كنت تعبانه اصلا مش قادره انزل اجيب اي حاجه، الحاجات الموجوده في البيت هي اللي عملت بيها وطلعت مش هقول لكم على الطعم، كانت طالعه خطيره. وهنا ايه، نص كوبايه لبن. واضرب المكونات بتاعتي كلها مع بعضها، وانزل بيها على الدقيق بتاعي واقلبها كويس. اعمل الخليط مع بعضه. ما تنسوش بقى يا حبايبي، اللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه. ولو حاجه مش معجباكوا انا مش هزعل بجد، يعني ابعتوا وقولوا لي لا انت مش عاجبانا في اي حاجه من بقدمها، المحتوى اللي انا بقدمه ده. انت طبعا الصينيه بتاعتي سمنه، ورحت رشه دقيق، ببطن الصينيه بتاعتي. وبعدها انزل بقى بالخليط بتاعي. اقول لكم يا حبايبي، ما تنسوش برضو
تشتركوا في القناة وتشهيصوني. اقول لكم الكلمة هي صح عشان انا ضربتها ضربة اخيرة كده قدامكم. انا كنت ناسيها، بقول لكم انا مش مركزة بجد، ما تزعلوش مني، انا مش مركزة النهاردة خالص من التعب اللي عندي، وبتكلم بالعافية بجد، بتكلم بالعافية. اقول لكم مع السلامة.